السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو بالفيديو نتاعنا لنهار اليوم ما تنساوش انكم تصلوا وتسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد، وتخلوا لي رايكم في التعليقات وديروا لايك للفيديو. نبداو على بركة الله عفوا نبداو على بركة الله بالوصفة نتاعنا لنهار اليوم اللي هي معقودة نتاع البطاطا محشية. انا هنايا سبقت بالبطاطا غليتها، كنت غليتها او تحبوا تفوروها كما تحبوا. كنت غليتها هنايا وريحتها كيما هكذا، هرستها فقط، عبصتها بالفرشيطه، ضفت عليها شويه فلفل كحل، ضفت عليها شويه ملح. هنا تقدروا تضيفوا كركم، تقدروا تضيفوا عكري، تقدروا كذلك انكم تضيفوا واش حبيتوا هنايا منكهات، تقدروا تضيفوا الزعتر يكون يابس ومرحي. انا هنايا فقط ضفت لها فقط شويه من تاع من هنايا عندي الطون نتاع طماطم، ضفت لها فقط باش تاخذ لي النكهه. راح نبداو على بركه الله. بعد ما جهزت البطاطا نتاعي، عندي هنا شويه زيتون، عندي هنايا شويه طو، راح نبدا نشكل هنايا في الكرات نتاعي تاع المعقوده. هنايا كيف ما قلت لكم تقدروا تغلوها، فقط هنايا راح نضيف لها هنا ملعقه نتاع فرينه. هنا بعد ما ضفت لها الملعقه نتاع الفرينه راح نحركها هكذا، نخلط كامل هذيك الفرينه باش تتجانس لي مع البطاطا. هنا راح نبدا نشكل البطاطا نتاعي. هنا تقدروا تشكلوها كما الشكل اللي حبيتوه. هنا البطاطا على حساب افراد العائله. هنا راح نبدا نشكل، فقط نوري لكم هكذا. راح نعمل كره هكذا، نحفرها هكذا في الوسط. هنا راح نجيب فقط ملعقه صغيره، نضيف عندي هنايا شويه نتاع الطون. انا هنا استعملت طون نتاع طماطم، هنا تقدروا تستعملوا الطون اللي حبيتوا عليه، تقدروا الذوق اللي حبيتوه. هنا ما نكثرش، فقط شويه فقط هكذا. نضيف عليه شويه زيتون هكذا ونغلق البطاطا نتاعي. راح نضيف لها هنا شويه هكذا. هنا هكذا ونشكل كره كما راكم تشوفوا. هنا راح نحطهم نشكل هكذا كره ونبسطها هكذا شويه، راح نحطهم في الثلاجه يشدوا رواحهم شويه. راح نجيب صحن هكذا، نجيب صحن، راح نحط هكذا البطاطا نتاعي. هنا راح نزيد واحده اخرى، نوريكم واحده اخرى هكذا. نفتحها هكذا، هنا ما نكثرش، نزيد هنايا شويه نتاع زيتون. هنا تقدروا تحشوها كما تحبوا، انا فضلت نحشيها هكذا. نتوما تقدروا تحشوها باللحم المفروم، تقدروا انكم تحشوها بالشي اللي حبيتوا عليه. هنايا بالدجاج مرحي، يكون عندكم مرحي هكذا. هنا راح نخليهم في الثلاجة ومن بعد نشوفوا كيفاش نقلهم مع بعضنا. هنا بعد ما خليتها في الثلاجة مدة هكذا باش تشد لي روحها، راح نبدا نقلي. راح نرمد هذوك الحبات نتاع المعقودة نتاعي في الفارينة
هكذا راح نوري لكم كيفاش. هنا عندي هنا شويه فارينه، راح نرمدها هكذا في الفارينه. هكذا، وراح نحط المعقوده نتاعي الطيب هكذا في الزيت التقله. هنا ما نقلبهاش حتى تطيب لي هذيك الجهه. راح نزيد حبه واحده اخرى هكذا، نرمدها هكذا، نديرها في الفارينه. هنا تقدروا ديروا في البيض وفي لا شابلور، بصح انا نحبها كيما هكذا. هاك بغيت اني نقليها هكذا. راح نحط كامل هذيك المعقوده نتاعي تتقلى. هنا راح نبدا نقلب المعقوده نتاعي من الجهه الثانيه باش تطيب لي. هنا بعد ما طابت الجهه الاولى، هنا ما نقلبهاش حتى نعرف بلي راها الجهه اللي حطيتها عليها طابت هكذا. راح نخليها تكمل تتقلى، وان شاء الله نشوفوها في صحن التقديم. هادو مازالوا هنا مازالوا نخليهم رايحين يكملوا الطياب نتاعهم. ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. هذه هي المعقوده نتاعنا. شوفوا بعد ما قليتها، شوفوا كيفاش جات حمراء تشهي. جربوها، ما كنتش رايحين تندموا عليها. شوفوا فقط هنايا نقرب لكم، شوفوا كيفاش جات تشهي. ان شاء الله تنجحوا فيها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفرصة جديدة، والى اللقاء.